بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب مطبخ خميس، ازيكم عاملين ايه؟ طلبتوا مني كتير يا حلوين طريقه كفته الرز المحمر، فالنهارده هنعملها مع بعض. دلوقتي يا اولاد انا معايا شوربه وعليها شويه ميه ومعلقتين زيت وواحد مكعب مرقه دجاج. لما يغلي هنبتدي ان احنا ننزل بقرص الكفته بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي. طبعا لازم تنزلي في الميه المغليه واحده جنب واحده وما تنزليش بيهم فوق بعض مره واحده. نستنى عليها لما تغلي يا حلوين، وبعد كده هنقلبها تقليبه. ما ينفعش ان انت تقلبيها قبل ما تغلي علشان العجينه ما تفكش منها. وين شكل الكفته بتاعتنا بعد ما اتسلقت؟ دلوقتي بقى احنا عملنا ايه في الخلاط؟ جبنا بيضتين وعليهم معلقه من الدقيق وعليهم معلقتين من الزيت، ضربناهم مع بعض في الخلاط، وده الخليط اللي احنا بنحط فيه الكفته المسلوقه، وبعدين نحطها في البيض ده وننزل بقى في الزيت السخن. الكفته بتاعتنا في الخليط ده زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ننزل بيها في الزيت. ودي شكل الكفته بتاعتنا يا ولاد بعد ما اتحمرت. قدموها بألف هنا وشفا، وما تنسوناش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.